السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة حلوة قوي ومحببة إلى قلبي طبعا، وهو البطل بتاعها الجمبري، وهي شوربة الجمبري. كلنا بنحب شوربة الجمبري بالكريمة وحاجات كتير كده ملعبكة. أنا حبيت النهارده أعملها بأسهل طريقة وحاجة كده يعني من الآخر. فيلا بينا نشوف الطريقة والمكونات مع بعض. أول حاجة في التكة بتاعتنا النهارده، وهي هنجيب الوok بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها، او الحله اللي احنا هنعمل فيها الشوربه مع بعض. النهارده هنشوف اسهل طريقه. طبعا غسلنا الجمبري كويس قوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، غسلينه كويس جدا. هننزل بيه في الحله بتاعتنا. في اسهل من كده مفيش. اهو. هكون محضره عندي قطيتين كبار، بصلايه وحبهان، وكله تقطيع عشوائي. وانزل كده. مش قادره اقول لكم الحبهان ده بقى بيفرق ازاي. وانزل بالبصله بتاعتي زي ما اتفقنا. هيكون عندي 4 فصوص توم كبار، هنزل بيهم على الشوربه بتاعتي بالشكل ده. عايزه تنزلي بالثوم بتاعك يكون سليم، مفيش مشكله، مش هيفرق معانا، كده كده احنا هنصفي الشوربه في الاخر. لكن انا كده بحس انه بياخد الطعم بتاعه اكتر. رشه من الفلفل الاسود. طبعا الشوربه وبالذات شوربه الاسماك او شوربه الجمبري حبيبه الكمون. الملح بتاعنا. طبعا انت بتظبطي المقادير دي كلها على المقدار اللي انت عاملاه بالظبط. المكون ده بقى طبعا اختياري، اللي بيحبها سبايسي. انا مش بحبها سبايسي قوي، ومش بحبها تكون بارده قوي بصراحه، بحبها كده. دي اختياري، لو انت عايزه تحطي تمام رشه كده من الشطه اللطيفه. انزل بقى بليمونه معصوره كده. تمام. ايه اللي انا عملته بقى؟ انا كده تبلت الجمبري عندي بعيد خالص عن الشوربه والكلام ده كله. انا عايزه الجمبري ذات نفسه مع الراس بتاعته الجميله دي اللي كلها بطارخ زي ما احنا شايفين. هنعمل ايه بقى دلوقتي في الخطوه دي؟ هنمسك الوok بتاعتنا والحله بتاعتنا اهي، وابدا اعمل كده. شايفين انا بعمل ايه؟ انا بقلبه، بس مش هينفع اقلبه بشوكه او بمعلقه او ليه؟ عشان لو قلبت كل الرجول بتاعت الجمبري دي هتتكسر. انا كده محتفظه بكل حاجه، ومفيش اي حاجه اتكسرت عندي. كده التبل تمام. هعمل ايه بعد كده؟ هروح سايباه حوالي ساعه يتبل ويشرب الموضوع تمام، ونرجع نشوف هنعمل ايه سوا مع بعض. بعد ما عدى تقريبا ساعه، بصوا بقى، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. اتبل كويس قوي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. كل الخطوه اللي هنعملها دلوقتي، هننزل بميه سخنه. بصوا اللون بيتغير ازاي. احنا متبلين وحاطين كل احتياجاته. كل اللي علينا دلوقتي نسيبه يغلي غلوتين بالظبط. طبعا احنا ظابطين الملح بتاعه وكل حاجه، ونقفل غلوتين بالظبط. خلاص، ادي الجمبري بعد ما غلي غلوتين بالظبط زي ما قلت لكم. وده المنظر بتاع، بص الشوربه، والله شكلها اساسا والريحه قلبت البيت. والله مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. لو اول مره تشوفوني، يا ريت تدعموني سبسكرايب ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. ويا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم حاجه سهله جدا وسريعه وممتازه في طعمها. باي باي.